مع ظهور مروة يسري لأثارة الجدل باعتباره إنها بنت مبارك، بقى الكلام كتير حول شخصية تانية اسمها سهير، واللي عملت ضجة من سنين حوالين إنها بنت الراحل الرئيس مبارك. وصل الأمر إن الرئيس الراحل منع عنها الزيارة تماما، ولكن مؤخرا الناس بدأت تسأل هي القصة دي فعلا مش حقيقية ولا وراها سر أكبر؟ تعالوا نعرف الحكاية في الفيديو ده. فاكرين قصة البنت اللي ظهرت من أيام وقالت إن اسمها مروة بنت الرئيس مبارك، واللي عملت حالة جدل واسعة على السوشيال ميديا؟ المفاجأة بقى إن القصة دي مش جديدة خالص. من حوالي 13 سنة ظهرت بنت تانية وقالت نفس الكلام تقريبا، قالت إنها بنت الرئيس السابق محمد حسني مبارك. البنت دي اسمها سهير رجب. بس خلينا نوضح حاجة من الأول، رجب مش اسم أبوها الحقيقي، ده اسم الراجل اللي رباها، إنما هي بتقول إن أبوها البيولوجي هو مبارك نفسه. القصة دي حصلت بالظبط سنة 2012 وقت ما كانت محاكمة الرئيس مبارك شغالة، وكانت مصر كلها بتتابع اللي بيحصل لحظة بلحظة. وفجأة ظهرت سهير رجب في لقاء مع ريهام سعيد، وكانت وقتها في مستشفى لأمراض النفسية، وهناك قالت قدام الكاميرا بكل ثقة أنا بنت الرئيس حسني مبارك وأنا مش مجنونة. الموضوع ما وقفش عند كده، سهير كانت بتقول ان تحاليل DNA بتؤكد انها بنت مبارك، وانها بتتكلم اكتر من لغة، وانها خريجة مدارس لغات ومعاها شهادة من معهد فرنساوي، وانها مش مريضة نفسية خالص ولكن بتاخد علاج وهي عاقلة. سهير فضلت في المستشفى دي سنين، قعدت حوالي 12 سنة، يعني دخلت من حوالي سنة 2000 وخرجت اول مرة في 2012 ورجعت تاني بعد كده. الناس وقتها ما صدقتش وقالوا عليها تعبانة في عقلها، فيا ترى مين هي البنت دي وليه بتقول كده وازاي محدش بيتكلم عنها؟ لكن الغريب بقى ان القصة وصلت لمبارك نفسه، وساعتها قرر يخلص من القصة دي نهائيا، وداها المستشفى ومنع عنها الزيارة عشان مفيش حد يسمع منها الكلام ده مرة تانية. الموضوع خد منحنى تاني لما قالت انها اتجوزت بشار الأسد. ايوه زي ما سمعت كده، بتقول انها سافرت سوريا واتجوزته ورجعت مصر تاني، وفضلت تقول للناس انها بنت مبارك وانها كانت متجوزة بشار، بس طبعا محدش صدقها وقالوا انها مريضة. النهاردة بعد ما طلت علينا مروة وقالت انها بنت مبارك، الدنيا اتقلبت وكل الناس بقت تقول معقول؟ هل في سر مستخبي؟ هل مبارك كان عنده بنات مش معروفين؟ وفجأة الناس افتكرت سهير رجب وقالوا احنا شفنا الفيلم ده فين قبل كده؟ هل القصتين دول ليهم علاقة ببعض؟ هل فعلا في شيء مش مفهوم ولا ده مجرد تكرار لنفس السيناريو؟ اللي نقدر نقوله دلوقتي إن قصة سهير رجب ورغم مرور السنين عليها رجعت تطلع على السطح من جديد، وبقت الناس تقارنها بقصة مروة ويسألوا هو في بنت مجهولة فعلا للرئيس مبارك ولا احنا بس بنعيش قصص وهمية بتتكرر كل شوية؟